احنا طبعا عندنا في شروط صحه عقد الزواج، هي في شروط شرعيه طبعا اكيد استاذنا اتكلم عنها واسهب في ذلك، وفي عندنا شروط قانونيه. الشروط ماشي. القانونيه اولا يكون سن الزوجين، الولد يكون فوق هم الاثنين دلوقتي فوق ال 18. ده تمام. السن القانوني بتاع الجواز. احنا بنتكلم على شروط صحه عقد الزواج قانونا. ماشي. كوني عندي واحده تانية، انا حضرتك عندي في الاسطمبه بتاعه قسيمه الجواز، وقرر انه توجد في عصمته، لازم يكتب اسمها ومحل اقامتها. الكلام ده هو بيكتب بيعقد العقد يعني. عقد الزواج الثاني. التاني التالت اي مكان ماشي. على حسب من هم في ذمته يعني. ماشي. تمام. والمأذون واجب عليه امر قانوني ان هو يخطر الزوجه على العنوان الزوج اللي بيقر بيه. بس ده ما بيحصلش. والله حضرتك اللي عنده القدره وبيتجوز وجوازه في النور هيكتب عنوانها الصحيح وهيعرض لها الاخطار. لا، اللي عايز انا يخبي، عندي صحابات جوزي كلهم طب انا متجوزين. هنصح كل صحبات جوزك اللي عايزه تعرف ان جوزها متجوز ولا لا تعمل قيد عائلي. ما تستناش بقى لما الجنازه، ولما تعمل قيد عائلي الصبح يطلع لها اذا كان متجوز عليها ولا لا. انا عايز اقول لحضرتك ان انا اعرف واحده شخصيا، هي أيوة صاحبتي فندم. شخصيا، في العزا جوزها وهي بتاخد العزا، فدخلت واحده بتعزي، ايوه فبتقول لها اهلا وسهلا بتاع، فبيقولوا لها اتفضلي حضرتك مين؟ فبتقول لهم انا مراته. ايوه. قالت لها مراته مين؟ مراته قاعده. قالت لهم لا انا لا، مراته، أنا وداخله التانية. بنتين كبار. ما شاء الله. بنتينه ما شاء الله. معاه من الاولانيه 3 صبيان ومن الثانيه بنتين، اكتشفت يوم العزا. يعني بنتين كبار. بس السؤال بقى، هي كانت مبسوطه الفتره اللي فاتت دي ولا ما كانتش مبسوطه هي قبل كانت ما يموت؟ بتقول لي الراجل كان هايل. لبسني كميه ذهب، الراجل هايل. الراجل كل ما يروح لها دي يديها فلوس. اول مزايا التعدد يا دكتور. ان الراجل بيقعد يبسط ان الراجل الاولانيه. تمام. يا جماعه